يا مساء الفل، ازيكم؟ نصلي على النبي كده ونبدأ كلامنا. النهارده كانت هتبقى ليلة بيضة للزملكاوية لحد الدقيقة 99، وذئاب الجبل قال لهم لا، هناخد نقطة منكم، يعني هناخد نقطة. اشمعنى بيراميدز ياخد واحنا لا؟ فتمام، هي كانت قمة درامية بنت جنية. الزمالك لعب، بس قدام شوقي غريب اللعب بيبقى غير. كابتن شوقي عارفين لعبه على تقفيل الملعب والدفاع، فالمفروض كان يبقى فيه من بداية مباراة الزمالك تفكير بشكل ان انا اقدر احطم الدفاعات اللي قدامي. لكن اللي حصل، اسوريو جه جون، راح منزل دمعتين، الجون اتلغى، يا خلاص مش مشكلة. فكابتن شوقي بيقفل الملعب صح، فكان المفروض ان يبقى فيه تعديلات في التشكيلة تغير سير المباراة. انا من وجهة نظري الضعيفة، اسوريو لو كمل مع الزمالك، الزمالك ولا هيشوف راحة ولا بالراحة، وهيبقى كل اللي جاي عليه اذا كان كونفدرالية ولا دوري مش هيبقى كويس. انما من وجهة نظري افضل اتنين في المباراة النهاردة رؤى ومصطفى شلبي. الاتنين دول كانوا عاملين ماتش رهيب بجد. عامة من اهلاوي اتمنى لكم الخير. نيجي بقى للمفروض كان يتقال امبارح، ومعلش سامحوني انه ما اتقالش. الاهلي عمل ماتش تحفة، كان الحظ والتوفيق هما كانوا معانا بس مش بنسبة 100%. لو كانوا بنسبة 100%، كهربا الكرة اللي فوق العارضة والكرة اللي جنب القائم دول كانوا وش اتنين، مع التلاتة كده بقينا خمسة. الكرة بتاعت إمام عاشور والكرة برضو بتاعت إمام عاشور اللي في العارضة والتانية اللي جت في رجلين المدافعين، ادي كده كان يبقى سبعة. الماتش دوت لو كانت اللعيبة مركزة صح، كانوا الماتش ده كان خلص سكور، وسكور حلو، سكور عالي تكسر بيه اي ارقام عاليه انت عملتها قبل كده. لكن عادي، امام عاشور لسه ما اداش من وجهه نظري برضو 40% من اللي عنده، فلسه هنشوف كتير من امام. عمل لك الريبونه بقى على طريقه عمرو السوليه، طبعا عشان عمرو السوليه اللي عملها الاقصى بتاعت عمرو السوليه، خلاص حتى لو ايه ماليش دعوه. حسين الشحات قال له هات من الشبكه، هات جونين ولا احلى. بجد الهداف هداف، مفيهاش. انتوا شفتوا بقى بقيه الماتش، شفتوا اللي حصل. موديست ما كانش موجود علشان مش هيبقى موجود برضو الماتش الجاي، علشان ما تأيدش لسه افريقيا، فهيتأيد من دور المجموعات وهيكون موجود. رضا سليم هيكون موجود برضو من دور المجموعات علشان كان اخر ماتش مع الجيش الملكي المغربي كان واخد طرد فموقوف. فكده تمام، ومستنيين يوم الجمعة ماتش الأهلي مع سان جورج الأثيوبي في لقاء العودة برضو على استاد القاهرة. وربنا مع الأهلي، وربنا مع الزمالك في الكونفدرالية مع أريتا سولار. اي حد بيمثل الكره المصريه ربنا معاه، طالما عندنا ان احنا قادرين ننافس، ننافس ونشوف كوره كويسه، نسيبنا من العك اللي بيحصل في الدوري في الاخر يعني. عامة لايك وسبسكرايب وشير وفولو والحركات الجميلة ديت، إذا كان فيسبوك ولا يوتيوب، وفعلوا الجرس وكل حاجة. بس ويلا بقى لايكاتكم الحلوة، وتصبحوا على خير.